تتقال على الأنبا سربامون أبو طرحة، اللي في مرة يوم الجمعة العظيمة سمع عن ولد ما بيجيش أبدا الكنيسة، وبعدين جت الأم قالت له ابني يا ابونا مش بس مش جاي الجمعة العظيمة أقدس يوم، ده قاعد في خمارة، يعني كأنه بيغيظ ربنا يعني يوم الجمعة العظيمة يعني. فيقول لك ما احتملش الأنبا سربامون ولا هروح أجيبه، لا ما أقصدش يا ابونا يعني الزفة شغالة والدنيا والألحان ومش هنقطع عليك الصلاة يعني، لا مكيش دعوة. وراح رايح على الخمارة اللي وصفتها له ودخل على الواد عارف شكله، قال له يا ابني يا حبيبي النهاردة يوم مهم قوي، ما تيجي ندي هدية حلوة لربنا ونفرح قلبه بدل الأمور دي. طب أقول لك مش بقول لك بطلها تماما، بس النهاردة الجمعة العظيمة تعالى فرح قلب ربنا يا سيدي وبعمل اللي انت عايزه. قالوا لا مش جاي. قال له طب علشان أبونا اللي جاي لك مخصوص ده. قال له طب أجي معاك بس على شرط. قال له إيه؟ قال له تاكل من المزة اللي قدامي دي، حطت نسيرة فرخة شوية ملح وفلفل مع بتاعت خص، حاجات كده بعيد عنكم اللي هي يحل بيها الحاجة اللي بيشربها يعني. طبعا أبونا ده الجمعة العظيمة فرخة ايه وبتاع ايه، فقال له بص هتاكل من دي هاجي معاك، مش هاكل معاك مش جاي، مش تاكل معايا مش جاي، يعني بيحط النقرة في المشار عشان ايه تورينا عرض تافك وتمشي يعني. فراح الأنبا سربامون أبو طرحة راح ماسك الفرخة وراح واكلها، قال له أنا أكلت الفرخة أهو تعالى معايا بقى. الواد اتكسف برضه، طلع ايه كلمة طلعت من بقه يعني. فراح جاي مع الأنبا سربامون، وأول ما دخلوا الولد قعد، أنبا سربامون راح ناحية الأيقونة بتاعت الصليبوت وجنبها الهيكل، سلم على الصليب وبيبص على جنبها في الهيكل، قام لقى صورة العذراء. صورة العذراء بتبقى على الناحية دي على شمالنا كده، بس لا العذراء مكشرة، هو حافظ شكل الصورة فلقى ملامح العذراء مش دي اللي متعود عليها، لقى مكشرة. فراح قايل لها ايه بس يا ست الكل ما تتضايقيش كده، انت متضايقه عشان كلت حته فرخه في الجمعه العظيمه؟ انا كلت فرخه صحيح بس جبت لك خروف، جايب لك خروف اهو قاعد ورا اهو. فيقول بص على ملامح العذراء ايه منفرجه كده علشان تقول له ان صح اللي انت عملته مقبول عند ربنا. التوبه تفرح قلب ربنا.